أنا شاب عندي 23 سنة. اتربيت في بيت متدين وكنت دايما محافظ على صلاتي من وأنا في إعدادي. كبرت واتجهت أكتر للتدين وبدأت أطلق لحيتي، وكنت دايما بحب أشارك الناس بالدين، أتكلم في الأخلاق وأذكرهم بالصلاة. كنت حافظ صور كتير وبدخل مسابقات قرآن، والناس كانت بتقولي شيخ، وده كان بيفرحني جدا. بس الحقيقة جوايا كنت حاسس بحاجة ناقصة. كنت بعمل كل ده بس مش حاسس. كنت بصلي بس دماغي في حتة تانية، أقرأ قرآن من غير ما أتأثر، أنصح غيري وأنا من جوايا مش فاهم أنا فين. ما كنتش براجع نفسي ولا بسمح لنفسي أغلط. كنت دايما شايف إني كويس وده كفاية، لحد ما في يوم وقعت في غلطة كبيرة، معصية. وقتها الناس حواليا بعدوا، حتى اللي كانوا بيحبوني بدأوا يبصولي بصدمة، وأنا كرهت نفسي. فضلت قاعد أيام مش قادر أبص في المراية. إزاي أنا اللي بقول للناس اتقوا الله أعمل كده؟ بس سبحان الله، وقتها بس بدأت أفهم الدين مش مظهر، مش لحية ولا ألفاظ ولا بوستات وعظ. الدين علاقة بينك وبين ربك، صدق في السر قبل العلن، ونية طاهرة. بدأت أراجع نفسي، رجعت من تاني مش بمنطق إن أنا أحسن من غيري، لا، بمنطق إن أنا عبد ضعيف وعايز أقرب لربنا بصدق. بقيت أصلي وأنا بحاول أركز، أبكي وأنا بقرأ، حتى الدعاء بقي يطلع من قلبي مش لساني. الدين مش سباق مين حافظ أكتر أو لا، بس الدين هو صدق مع الله، ولو رجعت له بقلب منكسر هيرجع لك برحمة أوسع من أي ذنب. دي القصة اللي كان بعتها لي يعني شاب لطيف جدا. قصة ان يعني حاجة اكتشفها في حياته كده، ان هو الدين مش مجرد اكتر واحد يصلي او اكتر واحد يقرأ قرآن او اكتر واحد يبان على شكله انه متدين او مربي لحيته. قال لي ان يعني الدنيا والدين في الدنيا مش مجرد شكل، الدين ده حاجة من القلب قبل ما تكون على المظهر. وقال لي انه يعني اكتشف كده في الدنيا ان احسن حاجة ان علاقتك تبقى صادقة بينك وبين ربنا، يعني سرا قبل العلن. فيعني دي حاجة جميلة جدا، قصة عجبتني. عجبتني خالص، يعني ما شاء الله. هو فعلا طبعا يعني انت علاقتك بينك وبين ربنا ملهاش علاقة بشكلك، لحيتك. يعني أنا حتى أقول الدين فعل وليس قول. يعني إيه الدين؟ فعل وليس قول. يعني أنا ممكن أكون واحد حافظ القرآن وبصلي، لكن في تعاملي مع الناس ما بعملش بالدين. وفي فرق لما أنا أكون بصلي وبتقي الله وبخاف ربنا، وأكون بتقي الله مع الناس، بعمل الناس كويس، بقول لهم كلمة حلوة بتاع كلام من ده. فهو ده الفرق. يعني صراحة دي قصة حلوة عجبتني. أتمنى إن انتوا كمان تشاركوني يعني قصصكم اللي اتعلمتوا منها، وأنا أسيب لكم رقم التواصل. كان معكم أخوكم عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.